كده بقى يا حبايبي عملنا كفتة الفريك. كفتة جميلة جدا وخطيرة، هتعجبك ان شاء الله. كفتة لذيذة جدا والطعم تحفة. اهي بعد ما اتسلقت شايفة فكتش معانا ولا اي حاجة. كفتة جميلة والطعم احلى احلى احلى. هندوقها كده مع بعض اهي. طعم تحفة 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 تحفة. شايفة هي كده مسلوقة. حابه بعد ما تسلقيها تحمريها زي ببيض وبقسماط، تبقى حكايه وتبقى تحفه جدا. بس انا بقى عشان احنا مجربينها قدامكم عشان تشوفوا قد ايه هي حلوه وقد ايه ما فكتش وقلب ريحه البيت بصراحه. يعني حته انا عارفه ان انا بغشكم كل مره في موضوع الاكل ده، بس عشان اشوقك معايا واخليكي تقومي تعملي احلى كفته بالفريك. حابه تعرفي الطريقه؟ يلا بينا معانا على الفيديو شوفي الكفته دي اتعملت ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ما اقولكش. هنعمل مع بعض النهارده كفته الفريك. طبعا سبق قبل كده عملت لكم فيديو عن كفته الفريك. هنعملها النهارده بطريقه حلوه وبسيطه ومقاديرها معانا مظبوطه جدا. معايا هنا ده نص كيلو فريك، عليه كبشة رز صغيرة زي ما انت شايفة. نص كيلو فريك. الفريك اللي هو الاصفر ده. الفريك ده ايه؟ فريك ذرة. ده فريك الذرة اللي هي الذرة البيضة. بيحمصوه ويقوموا ايه فركينه وطحنينه زي ما انت شايفة بالشكل ده. نص كيلو معايا الفريك. هحط عليه كيلو لحمة عليها حتة ليا كده صغيرة. هحط عليه معايا فلفل حامي، معايا قرن فلفل، معايا بصلاية كبيرة، معايا كام فص توم. ما تكتريش. تمام. معايا هنا الخضار بتاعنا ده عبارة عن ايه؟ معانا الخضرة كزبرة وشبت وبقدونس. تمام. كل اللي هنعمله هنيجي هنا على المفرمة وهنفرم اللحمة وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. كده تمام. هننزل بقى عندي باللحمة بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب طبعا قبل ما افرم اللحمة واحطها في المفرمة لازم تكون حطيتها في الفريزر شوية تبقى ساقعة زي ما انت شايفة كده، فيها نسبة برودة شوية عشان تعرف تنزل من المفرمة كويس. كده خلاص خلصنا فرم اللحمة. مش هنحط فيها طبعا الدهون دي علشان الكفتة عندي ما تفكش. وهنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. هنيجي هنا هنحط على اللحمة دي هنحط عليها الفريك. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. وهقلب اللحمة بالفريك كده. كله لازم اخلي ايه كله مع بعض ويتجانس مع بعض بالشكل ده. هحط بقى عليها البصل والثوم بتاعنا. معانا حتة قرن حامي كده، بلاش كله لو ما بتحبيش الحاجة حراقة. احط الايه معانا الفلفل الرومي. واحط معايا الخضار. ابدأ بقى اخلطهم كلهم مع بعضهم وايه واحطهم بقى ايه في المفرمة. يلا بينا كده بقى. يلا هنعمل بقى معانا الوش اللي هو التاني. هنفرم بقى الايه اللحمة مع الفريك مع الخضار كله كده مع بعض، وناخد شوية خضار على شوية لحمة بالشكل ده. وهنبدأ نشغل معانا المفرمة.
كده خلاص الوش الاولاني خلص معانا. هنعمل ايه؟ هنحط التوابل بتاعتنا اللي هي معلقه بهارات فراخ، بهارات لحمه، معلقتين فلفل اسود، معلقه كمون، هنحط معانا سنه قرفه صغيره، ربع معلقه قرفه، هحط معايا ربع معلقه جنزبيل، وكده ناقص ايه بقى؟ ناقص الملح. هنحط معانا الملح بس كده. هندعك بقى المكونات دي كلها كده مع بعضها عشان التوابل تتجانس كلها مع الايه، مع اللحمه، مع الخلطه كلها بالشكل ده. الله الله الله، الريحه ما اقولكش جميله جميله، الريحه حلوه قوي، طالعه حلوه جدا، ريحتها حلوه قوي قوي يعني. هنبدا بقى نعمل الدور الثاني. يلا، وهنجيب معانا اللحمه هنا كده بالشكل ده. هنشغل بقى كده معايا الوش الاولاني. كده الوش خلص. شايفه انها خشنه شويه، شايفاها خشنه، انا ما بحبهاش خشنه. ممكن في ناس بتكتفي بالدور ده كده وبتتعامل معاه كده، انا لا، انا بحب ان انا انعمها شويه. فانا هديلها كمان هديلها كمان دوره. ما شاء الله جميله جدا، ازاي العجينه حلوه قوي. هديلها كمان دوره بقى، وبعد كده يبقى كده خلاص. وكده خلاص الحمد لله خلصنا. كده الكفتة بقت مية مية، بقت حلوة كده جدا. هنصبعها بقى وهنحطها عندنا في الاطباق اللي هنعينها معانا كده بقى. هنصبعها مع بعض ونعينها بقى في الفريزر. بس انا حابة اقول حاجة، انا قبل ما بصبع حاجتي واعينها انا واثقة في الحاجة اللي انا عاملاها، وعارفة ان هي ان شاء الله هتبقى جميلة جدا ومش هتفك ولا هيجرى لها حاجة. بس انا لازم قبل ما اتعب نفسي واصبع واعين وكده، لازم اجربها الاول واشوف هل هي هتفك مني، محتاجه حاجه ولا مش محتاجه حاجه. تمام. فانا هصبع كده. انا معلقه عندي على النار، عندي حطيت مقلايه صغيره فيها شويه ميه، وفيها نقطه شويه ملح صغيرين، وشويه فلفل اسود صغيرين. تمام، عشان اجرب الكفته بتاعتي اشوفها هتاخد سوا معايا ولا هتفك ولا ايه اللي هيجرى لها قبل ما اعمل اي حاجه واتعب نفسي. تمام كده. هتصبعيها زي ما انا بصبعها كده، الصباع بيبقى بالشكل ده وبالسمك ده، وبحطها عندي في اطباق فبر كده، وبعينها عندي في الفريزر، ولما بحتاجها بطلعها من الفريزر اقوم سلقاها في شوربه، في شويه شوربه، واقوم سقطاهم في الشوربه واسيبها تستوي. ولما تستوي بطفي عنها. تحبي تاكليها مسلوقه تمام، بتبقى حلوه جدا. حابه ان انت تاكليها محمره، بتحمريها ببيض وبقسماط، بتبقى جميله جدا، او ببيض لوحده على حسب ما انت رغبتك. كده عندي الميه عندي غلت، هسقط 2 3 كده نجربهم مع بعض ونشوف نتيجه عمايلنا شكلها ايه. بسم الله. حطيت 4 وحدات نجربهم، وادينا شغالين مع بعض لحد ما يستووا معانا ونشوف الاخبار ايه. هنصبع كده ونملى عندنا الاطباق. حابه ان انت تحطيها في اكياس حفظ وبططيها وسيبيها وقت ما انت عايزه تستعمليها، طلعيها تفك وبعد كده صبعيها. بس كفته الفريك من الكفته اللي لازم تتصبع وهي لسه طريه كده، لانك انت ولا تتحط نقولك نحطها في التلاجة تشف زي كفته الرز ونصبعها، لا، كفته الفريك لازم تتصبع وهي نيه كده، لانها لو جمدت معاكي هتتعبك
في التصبيع. تمام. زي ما انت شايفه كده عملناها في الاطباق بالشكل ده. بتقسمي طبعا الاطباق على حسب الكميه اللي انت عايزاها في الطبق. تعالوا نشوف بقى الايه اللي احنا سويناها اخبارها معانا ايه. استوت اهيت، بسم الله. شايفين ما فكتش معانا ولا اي حاجه وزي الفل. هحطها في طبق وايه هندوقها مع بعض ونشوف اخبارها معانا ايه. معانا ايه زي ما انتوا شايفين، الواحده بوحدتها ما فكتش ولا جرالها اي حاجه. هسيبها تهدى وبعد كده هندوقها مع بعض نشوف اخبارها ايه. كده اطمنا ان الشغل بتاعنا ماشي سليم، ماشي مظبوط، ماشي مظبوط معانا. هنقوم نكيس بقى براحتنا ونعين الحاجه في الفريزر براحتنا، يبقى احنا ضامنين شغلنا. تمام كده. هخلص بقى بقيه الكميه كلها كده وبعد كده بقى نشوف هنعمل ايه. بس عايزه ادوق لكم الكفته الاول قبل ما اسيبكم. كده بقى خلصنا. هنعملهم بقى ايه، هنلفهم. بس ايه تعالوا اما ادوق معاكم بقى ايه اخبار الكفته ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كده، شايفين الكفته حلوه جدا، ما فكتش معانا ولا جرالها اي حاجه. الله الله الله، طعمها حلو قوي وريحتها قلب البيت. والله ريحتها قلب البيت، الريحه بتاعتها قلب البيت جدا. طعم تحفه تحفه تحفه. كمان حته كده. تحب تدوقي؟ طعمها خطير 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 من الاخر. كفايه عليكم كده. هنجيب بقى عندنا بقى ايه، نكيسهم بالبلاستيك كده بالشكل ده كده. الثانيه وكده يا حبايبي خلص الفيديو معانا وخلصنا الكفته بتاعتنا زي ما انتم شايفين. بنعينها في الفريزر وبنطلعها في اي وقت وبنسلقها وبنحمرها وبناكلها. كفته جميله وخطيره جدا والطعم حكايه. يا ريت تجربيها، وان عجبك الفيديو ما تنسناش في اللايك وما تنسناش في الشير، ولو اول مره تشوفيني ما تنسنيش في تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وكان معاكي مطبخ ما اقولكش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.